قال لك بقى ايه؟ قال لك زيزو بعد ماتش المنتخب هيجدد. لا ده بعد سيراميكا ان شاء الله هيجدد. لا ده بعد ماتش بيستاشيو اللي احنا كنا بنلعبه عند ابو لبن ان شاء الله هيجدد. لا ده بعد ماتش فيوتشر هيجدد خلاص رسمي باذن الله. فزيزو كل دوت عمال ايوه يا عم انا هجدد، خدهم على قد عقلهم وفي الاخر هيديلهم حته قفا يعني. يعني بيقول لك زيزو ماضي للاهلي اساسا ب 80 مليون، وهياخد عربيتين رانج روفر، واحده ليه واحده لابوه و... وابوه هياخد 27 مليون واخد المقدم بتاعهم، ومضى خلاص تقريبا 3 سنين. وكمان بيقول لك زيزو مضى اعلان لشركه باسم النادي الاهلي، بس لسه مش هتعرض حاليا. والصياعه بقى مش هنا، الصياعه ان الاهلي هيدفع 40 وراجل اعمال هيدفع 40، وطبعا كل دوت النادي الاهلي مش قايل من رجل الاعمال. ودي الصياعه ودي الحركه الذكيه، ان انا هدخل رجل اعمال في الصفقه، بس رجل الاعمال مش هيعمل زي اللي هناك، هيجي يتحكم في النادي، هيجي يقول شروطه، هيجي يظهر اسمه ويبروز لنفسه اللي ماشي النادي على عجين ما يلخبطهوش، اللي كل شويه يطلع يعمل تويتات ده النادي مش عاجبه لا مش عارف ايه. دي الصياعه، ان انا هدخل حد يدفع لي، بس في نفس الوقت اتعلمنا من غلطنا. ايوه تركي الشيخ تمام ده كانت غلط بس اتعلمنا. نادي الزمالك بقى في الناحيه التانية مفيش عادي، إيه اسمه ايه، ممدوح عباس عادي يا معلم، خش ادفع وبتاع ومش عارف ايه واصدر تويتات وحاجات من دي. فانا بالنسبه لي اصلا صفقه زيزو مش فارقه معايا اصلا، اجى الاهلي ما جاش الاهلي عادي. زيزو لو ما جاش الاهلي هيطلع على بره تمام. بس اللي فارق معايا ان هو عمال يغفلهم، وهيدي لهم قلم ان شاء الله محترم، وهيسيبهم ويخلع. واللي فرحان فيهم اكتر اللي هو زيزو اذكى من كده، زيزو عمره ما يروح الاهلي، مش هيعمل زي امام، زيزو عقله كبير اذكى من كده. هنشوف في الاخر الدنيا هيحصل فيها ايه.